فعشان كده بيرت هالينجر نفسه لما كان في الكونستليشن كان كتير قوي ناس بتساله على الباست لايفز، وكان دايما ما بيتكلمش عنها بشكل مباشر، عشان بيرت دايما كان بيحاول يركز على الحاجات البيزك في الشغل بتاعه، عشان الناس ما تتوهش في حته اصل ده في حياه قبل كده حصلت لي كذا، اصل انا مش عارف ايه كذا. دايما كان بيركز على الداينامكس الاساسيه في الشغل، وده اللي خلى شغله اثر في الناس، وده اللي خلى بعد كده الناس يبقى تمشي ورا السكول بتاعه. انما فكره ان انا ادور على الحاجات البعيده عني قوي، اصل انا اكيد معمول لي عمل، اصل انا مش عارف مين عمل لي ايه، اصل انا كان في غراب يتيم اتعمل، كل الحاجات دي، والحاجات دي انا بسمعها حصلت لناس وشفتها قبل كده في سيشنز والكلام ده كله. ده حاجات الناس بتمسك فيها عشان خاطر تحس ان المشكله مش مشكلتي انا، مشكله حد تاني. بس الحقيقه لو هي مشكله حد تاني مفيش حد هيتعالج الا لما الحد التاني ده يتغير، بس الحد ده مش موجود. فالاساس في العلاج هو الشغل الشخصي على نفسه في الدينامكس بتاعته مع الناس المحيطه دي. ممكن يكون في حاجات بعيده شويه نشتغل عليها بس فكره ان انا بقى افكر في البريفيس لايفز، فكره ان انا افكر في الفامبايرز، فكره ان انا افكر في مين عمل ايه، اهلي كانوا بيعملوا ايه، وقدوا مش عارف مين، لان كل دي افكار مش بالضروره تكون حقيقيه. يعني ممكن يكون لو انا فعلا حصلت لي مشكله، او ان انا اهلي مثلا كانوا بيقولوا البنات، ممكن ده ياثر عليا. بس هل المعلومات دي معلومات مؤكده؟ لا. امال جبت المعلومات دي منين؟ اصل انا الكونستليتور قال لي الكلام ده. ده لا يعني اي شيء.